لو كان ما ندير لهاش ليما خطره في السمانه حاجه معمره بالقارص ومنفنفه بريحه القارص ما تجوش سمانه على خير. تسمى للناس اللي تحب القارص لازم تتبعوا هاد الوصفه. واش ليكيب ان شاء الله كامل تكونوا بخير. بسم الله. في كاسرونه درت نص كاس حليب معاهم غرفه كبيره تاع مارغرين وحطيتها فوق النار. في ريسيبيون واحد اخر درت زوج حبات تاع البيض مع نص كاس تاع السكر وعمرتها بزاف تاع القارص. طلعتهم مليح بالباطير حتى بيض الخليط. زدت 4 كاس تاع الزيت خلطتهم مليح. زدت كاس وربع تاع الفارينه. الكاس زيدوه مع الاول وربع بقاو تضيفوا فيه بالتدريج مع كيس تاع خميره كيميائيه. خلطتهم مليح تحسوا القوام تاعكم تقيل. من بعد ضيفوا هذاك الحليب مع المارغرين اللي يكونوا دابوا ملعقه كبيره تاع الخل. هنا خذوا المول تاعكم اللي حبيتو تاع الكيك ولا تاع موسكوتشو ديروا فواش ما حبيتو. انا درتو في تاع الكيك درت فيه ورق الزبده. من بعد درت شويه مارغرين في بوشادو وجوزتها هكا كامل ودخلته يطيب لي فور يكون مسخن مسبقا. شوفوا كي طاب الله يبارك ما شاء الله كيفاش جاني. كيما قلت لكم لازم يكون معمر بالقارص. سقيتو ديريكتومون بجو دو سيطرون هكاك بيور ما زدتلو والو. سقيتو حتى تشرب مليح واحد نص كاس هكاك ولا كاس. ومن الفوق كان عندي معجون تاع القارص درت له هكذا من الفوق وقدمت هذاك الكيك وزدت معاه شربه تاع القارص باش هكذا تشبع ريحه القارص وما تقول لي والو. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتعجبكم. جات بزاف بنينه وبزاف خفيفه لعشاق القارص كيما يما هاد الوصفه ليكم. ما تنساوش ديروا حفظوا وبارطاجوا بصحتكم.